السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بيتزا في البيت بطريقة سهلة جدا وسريعة، وتطلع معانا العجينة هشة وقطنية وطعمها حلو جدا. ومش هقولكوا احلى من المحلات، هي بالفعل احلى من المحلات. تعالوا نعملها مع بعض، مكونات سهلة جدا وبسيطة موجودة في كل بيت. الاول لو مش مشتركين في القناة اشتركوا، لو الفيديو عجبكم بقى اعملوا لي لايك. يلا نشوف المكونات. انا استخدمت 750 جرام من الدقيق، يعني تقريبا كيلو الا ربع. واحط عليهم معلقه ملح ومعلقه زعتر ونص معلقه بيكنج باودر او معلقه بيكنج باودر. وده كوبايه لبن، نص كوبايه لبن رايب. وكوبايه انا بدوب الخميره في كوبايه بره، بحط عليها ميه ومعلقه سكر ومعلقه زيت عشان اتاكد ان الخميره شغاله. وحطيت عليهم معلقتين زيت زيتون كبار. هنعجنها بقى طبعا بايدينا. هي خدت معايا تقريبا كوبايتين كبار من السوائل يعني. كل دقيق بيبقى بيختلف عن الدقيق التاني. بنفضل نعجنها كويس جدا لحد ما نلاقي المسام بتاعتها لمت كده وبقت شكلها حلو جدا. نتأكد ان العجينة بقت كويسة. عجينة البيتزا بتبقى بتلزق شوية، ما بتبقاش ناشفة وقاسية. عشان تطلع معانا قطنية وحلوة لازم تبقى طرية شوية وتكون بتلزق سيكة كده في ايدينا. هنعمل مع بعض البيتزا بقى. الصلصة بقى بتاعة البيتزا، هنحط معلقتين زيت في الطاسة، ونحط عليهم توم ومعلقة زعتر وهنقلبهم كويس قوي. بعد كده احط عليهم معلقتين صلصة وكوباية عصير طماطم بس يكون تقيل، واحط عليهم الملح واسيبها لحد ما تتقل. وتبقى هي دي الصلصة بتاعة البيتزا، سهلة خالص مفيهاش اي حاجة. العجينة خمرت اهي وبقت كويسة. هنجيبها بقى. كنا حاطينها في طبق ومغطينها، هي قعدت تقريبا نص ساعة وخمرت على طول. هنقسمها بقى على حسب الصينية اللي احنا هنعمل فيها البيتزا. انا قسمتهم على 4 صواني، 3 وسط وواحدة صغيرة. هنفردها في الصينية، تكون صينية مدهونة زيت، وهنسيبها ترتاح برضو شوية تاني في الصينية بعد ما نفردها. بس مش ترتاحش كتير. وطبعا البيتزا ما تبقاش عالية، يعني ما تبقاش اللي حاطينها في الصينية بتبقى السمك بتاع العجينة عالي. البيتزا الإيطالي المظبوطة بتبقى السمك بتاع العجينة بتاعتها قليل جدا. زي ما انتوا شايفين كده، هي مفروضة قليلة خالص في الصينية. سبتها ريحت بالظبط اول ما فردتهم كلهم في الصواني، يعني 10 دقايق تقريبا. ما سبتهاش تريح كتير عشان مش عايزاها تخمر وتعلى قوي، هي مش قرص، دي بيتزا. انا عملتها بالتونه وبالسجق. ممكن تعملوها بقى بالحشوات اللي انتوا عايزينها. عايزين تعملوها بالخضروات بس، عايزين تعملوها باللحمه المفرومه، بالفراخ، اللي انتوا عايزينه. الحشوه دي بتختلف من كل واحد للتاني. وهنحط عليها شرايح طماطم. ما يكونش فيها ميه، يعني الطماطم اللي احنا بنستخدمها تكون طماطم جامده وناشفه عشان ما تنزلش ميه في العجينه وتبوظها. وهنحط عليها بصل وزيتون وفلفل. هندخلها الفرن 5 دقايق او 7 دقايق بالظبط. بعد كده نخرجها من الفرن تاني ونحط عليها الجبنه الموزاريلا. علشان خاطر لو عايزين الموزاريلا تبقى بتمط معانا وطعمها حلو، ما بنسويهاش قوي، يعني ما نخليش لون الموزاريلا احمر، لا. احنا بنطلعها لونها ابيض لسه. بمجرد بس ما بتسيح على البيتزا يبقى كده خلاص. فاحنا بندخلها 7 دقايق الاول الفرن. بعد كده بنخرجها نحط عليها الموزاريلا. بعد كده بندخلها تاني. اهي دي طلعتها تاني من الفرن بعد ما قعدت 7 دقايق بالظبط. برش عليها الموزاريلا اهي على الوش. ومش بنستنى لحد ما بتسيح قوي. انا هوريكم الفرق بين صينيتين. دي احمرت سيكه اهي، بس ما احمرتش قوي برضو، هي كانت كده حلوه يعني. والتانية طلعتها بقى وهي ابيض، يعني بيضة عن كده شويه كمان. بصوا على البيتزا بتمط ازاي الجبنه وطعمها حلو قوي. العجينه طعمها تحفه، والسمك بتاع العجينه شايفين مش مرتفع قوي ازاي. عملت عصير مانجا جنبها. دي البيتزا التانية اللي انا خرجتها وهي لونها افتح شويه. هتلاقوا البيتزا بتمط اكتر. لو عايزين تعرفوا نوع الجبنه ايه يبقى اكتبوا لي في الكومنتات وهبقى اقول لكم. الجبنه دي نوعها حلو جدا، من افضل الجبنه الموزاريلا اللي انا استخدمتها. متنسوش اللايك والاشتراك لو الفيديو عجبكم. وبالهنا والشفا.